إزالتها باعتبارها الجهة الرسمية المخولة برفعها. تقرير أحمد السعيدي. هذا الموقع المليء بالسكراب واحد من 7 مواقع ملوثة إشعاعيا تنتشر في مناطق مختلفة من محافظة ذي قار. تقول دائرة البيئة أنها أزالت إحداها في قاعدة الإمام علي الجوية، وما زالت الجهود مستمرة لإزالة باقي المواقع الأخرى. توجد هناك 7 مواقع ملوثة إشعاعيا في محافظة ذي قار. هذه المواقع هي عبارة عن سكراب، دبابات وآليات مضروبة أثناء الحروب على العراق. قامت مديريتنا بالاتصال بالجهات المسؤولة عن هذا، حيث مديريتنا هي من واجبها تحديد الأماكن المضروبة وتشخيصها وحسب السياقات المتبعة، فإن وزارة العلوم والتكنولوجيا هي المسؤولة عن إزالة مثل هكذا تلوث. حكومة ذي قار اتهمت وزارة العلوم والتكنولوجيا بالتقصير في إزالة هذه المواقع التي تقع مسؤولية إزالتها عليها، رغم ما أسمته إدارة ذي قار المحلية تعاونها وجديتها لتطهير المحافظة من التلوث الإشعاعي. وهاي حقيقة هنالك مخاطبات مع وزارة العلوم والتكنولوجيا، لأن هي المختصة برفع هذه المواد المشعة، لكن للأسف عدم تعاون ممثلي وزارة العلوم والتكنولوجيا في المحافظة بمطالبتهم بمبلغ ما يقارب 30 مليون دينار عراقي مقابل إيفاد موظفيهم لهذا الموضوع. وبالتالي أعتقد المحافظة جاية تدفع ثمن نتيجة تلكؤ وزارة العلوم والتكنولوجيا بهذا الموضوع. الحكومة المحلية حقيقة عقدت عدة اجتماعات لهذا الموضوع مع وزارة البيئة لممثلهم دائرة البيئة في المحافظة، وأيضا ممثل وزارة العلوم والتكنولوجيا. الحكومة المحلية جادة بمتابعة هذا الموضوع. طلبنا من وزارة العلوم والتكنولوجيا أن تتعاون من قبل رفع هذه المواد المشعة، لأن حقيقة كثيرا الأمراض السرطان سببها هذه المواد المشعة للأسف. ورغم عدم اطلاعها على وجود هذه المواقع الملوثة، تعد جهات صحية التعرض للملوثات الإشعاعية سبب من أسباب الإصابة بالأمراض السرطانية، حيث سجلت إحصائياتها الرسمية إصابة نحو 3000 شخص بأمراض سرطانية خلال الأعوام الممتدة من عام 2005 إلى عام 2009 في عموم المحافظة. من خلال إحصائياتنا اللي جمعناها وتم تسجيلها في محافظة ذي قار، وحسب ما مثبت في وزارة الصحة خلال فترة ال5 سنوات من 2005 إلى 2009 تم تسجيل بما يقارب من حوالي 2819 حالة سرطانية مشخصة. قال لي مرض السرطان عندك بالقولون، فسويت عملية بالبصرة، ورا شهر انتقل للكبد. حاليا هسه بالكبد هو أعالج علاج كيميائي هنا، كل أسبوع أخذ جرعة كيميائية. وهنا أشخاص هواية كلش، يعني انتشر قاعد شلون فلاونزا هيك. دائرة العلوم والتكنولوجيا في ذي قار امتنع مسؤولوها عن الإدلاء بتصريح لقناة الحرة بسبب تعليمات من مقر الوزارة لا تخولهم التصريح لوسائل الإعلام بحسب قولهم. من مدينة الناصرية، أحمد السعيدي، الحرة. فاصل أخير.